باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. أحبائي، معاكم في سلسلة آلف الأمثال، وأخذ معاكم الآية 22 من سفر الأمثال إصحاحات 19. الآية بتقول: زينة الإنسان معروفه، والفقير خير من الكذوب. زينة الإنسان، كلمة زينة هنا لو أنت عندك إنجيل بيكتب المعنى الآخر الآية تحت، تلاقوا كده عامل خط تحت كده وبيكتب يدي رقم فوق كده، وتلاقي الرقم تحت يقول لك الكلمة بالمعنى التاني إيه. المعنى التاني لكلمة زينة بقى، والمعنى الحرفي بقى بحسب الترجمة شهوة. كده بقى نقول الآية إن شهوة الإنسان معروفه. خلوا بالكم، شهوة هنا مش معناها شهوة رضية، لكن هنا شهوة معناها رغبة الإنسان، الحاجة الحابب الإنسان يعملها، المعروف. فأي إنسان صالح، أي إنسان تقي، فبيبقى الحاجة اللي حاببها والحاجة اللي نفسه يعملها المعروف مع الناس. طب النص التاني من الآية يقول: والفقير خير من الكذوب. إيه علاقة الفقير والكذوب بالإنسان الصالح اللي شهوة قلبه عايز يعمل معروف؟ هنا الفقير مقصود بيها إن لو ما عندوش إن هو يعمل معروف، أنا عشان أعمل معروف ممكن هصرف فيه يعني، أو هساعد فيه حد بتكلفة يعني. فلو أنا لو أنا غلبان، لا، لو أنا إنسان كويس بس غلبان وما عنديش إن أنا أعمل معروف. وأنت غلبان ومش قادر تعمل معروف، أنت أحسن من الكذوب اللي معاه يعمل وهو إنسان كذوب. فده معنى الآية. فالآية مرة تانية، شهوة الإنسان إن هو يعمل معروف، وإن لو أنت فقير ومش قادر تعمل معروف فأنت خير من الإنسان اللي يقدر يعمل بس هو إنسان كذوب. ولسه في آيات تاني من سفر الأمثال. أشكركم.